مهما حاولت أوصف لكم فرحتي وسعادتي بالفيديو ده مش هقدر. مهما حاولت أعبر لكم عن كمية الراحة النفسية اللي حسيتها لما شفته مش هقدر، زي ما انتوا هتحسوها لما تسمعوا وتتفرجوا عليه علشان تحكموا وتعيشوا معايا الروعة والجمال واللذة دي بنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. فعلا صدق اللي قال لو انت علمت ولد فقد علمت فرضا، أما لو علمت بنت فقد علمت أمة. فلن ترتقي أمة إلا إذا ارتقت أمهات أبناؤها. وهو ده اللي فطن ليه الشيخ الجليل أستاذ اللغة العربية الأستاذ سيد عبد الله ابن الصعيد، وحس بمسؤوليته وواجبه ناحية ولاد بلده، وموقفش مكتوف الإيدين وبدون ما يخلق أعذار، وبأبسط الأشياء حصيرة ودكة، وحاول يقدم للمجتمع حاجة إيجابية ونماذج هتكون رائدة في المجتمع، وأمهات قادرة على النهوض بالأمة لاحقا إن شاء الله. ولو كل واحد في مكانه عمل اللي عليه زي الشيخ سيد وقدم للمجتمع وللبلد حاجة إيجابية من خلال تخصصه، صدقوني والله هنقود العالم في كل المجالات. لازم نتأكد من حاجة مهمة، إنك لو وصلت لأعلى منصب في العالم أو بقى عندك ثروة أكتر من بيل جيتس وعلم أكتر من أينشتاين وابنك ما طلعش صالح ونافع، فأنت هتكون أشقى الناس. علشان كده دايما بنقول تربية النشء مهمة جدا، وهي مفتاح النجاح والتقدم. يا سلام لما نعرف ولادنا ديننا وأحكامه وهم صغيرين، قد إيه هيفرق معاهم لما يكبروا، وقد إيه هينعكس على تربيتهم وأخلاقهم. يا رب يبارك في ولادنا ونشوفهم دايما من النافعين الصالحين.